متى يبكي الرجال؟ قال حكيم: يبكي الرجال عندما تموت أمهاتهم، ويبكي الرجال عندما يفقدون آباءهم. يبكي الرجال لجحود الأبناء أو تطاولهم ولو بكلمة على الوالدين. يبكي الرجال قهرا وغلبا وضيقا وخيبة. يبكي الرجال حينما يزوجون بناتهم. يبكي الرجال حين يمرض أحد أبنائهم. يبكي الرجال عند عجزهم عن تأمين لقمة أو حاجة أو أدنى رغبة لأولادهم. يبكي الرجال لفراق الوطن وغياب الأحبة. يبكي الرجال ولكن في العتمات. لكن دموع الرجال لا تخرج من العين على الخد فيراها الجميع، بل تخرج من القلب وعلى القلب، فيظهر أثرها في التنهدات والنضرات وتجاعيد الوجه وبياض الشعر. هكذا يبكي الرجال. هون على قلبك، نبينا يعلمنا التفاؤل. هل تغربت من بلدك مختارا أو مجبورا؟ رسول الله طرده قومه. هل فقدت أحد أولادك؟ رسول الله توفي كل أولاده في حياته باستثناء السيدة فاطمة، توفيت بعده بأشهر قليلة. هل تعبت من العبادة؟ رسول الله تفطرت قدماه من طول القيام وهو مغفور له. هل فقدت أحد والديك؟ رسول الله نشأ يتيم الأب والأم. هل ضاق بك الحال فلا تملك قوت يومك؟ بيت رسول الله تمر عليه الشهور ولم يوقد فيه النار. هل اتهمت بشيء لم تفعله؟ رسول الله اتهم بالسحر والجنون. هل تعرضت للشتم والإهانة من أحد؟ رسول الله شتمه قومه. هون على قلبك، فإنها دنيا وعند الله الملتقى. لا تنسوا الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم.